لك يتم تدريب هؤلاء العملاء للبحث عن علامات تشي بالمهربين. انتظري هنا لحظة. حسناً. إنه عمل شاق ويجب أن يبقى الضباط متأهبين. أحيانا كل ما يتطلبه الأمر هو تفصيل صغير ليقود إلى عملية ضبط ممنوعات. بدأ الناس يجيئون وفجأة شممت رائحة مألوفة، وهي مادة ذات رائحة قوية. نظرت حولي ورأيت شخصا يمر بي، كان شابا. قلت لزميلي: هذا الرجل يحمل شيئا. فقال: لماذا؟ قلت: تفوح منه رائحة. تحدث معه واسأله بعض الأسئلة. كم ستبقى هنا؟ وأين وجهتك؟ حسنا. ما الذي تفعله هنا؟ هل تقيم في فندق؟ إلى متى ستبقى؟ 24 يوما. هل اشتريت تذكرة؟ نعم. هل أنت واثق؟ نعم. هل اشتريت التذكرة للمجيء إلى هنا؟ نعم. أنت في إجازة هنا فقط مدريد أم أنك ستزور مدينة أخرى؟ فقط إلى مدريد. سوف نفتشه. حسنا. سيأخذ الضباط المسافر أولا إلى الجمارك لفحص حقيبته بالأشعة السينية. إنها طريقة للكشف عن البضاعة المهربة المحتملة بشكل غير مباشر. سنفتش حقائبه. حسنا. ضع حقيبتك هناك. هل ترى هذه المستطيلات؟ سوف نتحقق منها، قد تكون ممنوعات. افتح حقيبتك من فضلك. حسناً، لنرى. هل كل الملابس لك؟ نعم. فلنتحقق. في المحطة رصدت وحدة مكافحة الممنوعات مسافرا من كالي كولومبيا. بشكل غريب اشتم أحد العملاء رائحة اعتقد أنها رائحة ممنوعات منبعثة من حقيبة الرجل. تظهر صور الأشعة السينية أن الحقيبة فعلا تحتوي على مواد مشكوكا بها. هل ترى هذه المستطيلات؟ نعتقد أنها ممنوعات. سنقوم بالتحقق، ولكن يبدو أنها ممنوعات. افتح حقيبتك. حسناً، لنرى. هل كل الملابس لك؟ فلنتحقق. كما ترى فهي حزم صغيرة. فتح زميلي الحقيبة ووجد 18 حزمة صغيرة ملفوفة بشريط فضي. إن تحولت إلى اللون الأزرق فأنت تحمل الممنوعات. كما ترى تحولت إلى اللون الأزرق. أنت رهن الاعتقال لارتكابك جريمة ضد الصحة العامة. أصبح المسافر الآن رسميا رهن الاعتقال، وسينقله العملاء إلى المقر. ثم يفتشون حقيبة الشاب التي تم فحصها. الحقيبة نظيفة، ولكن غرضا واحدا يلفت انتباههم. أفكار جديدة للوصول إلى الحرية المالية. كان يجب أن تقرأ هذا قبل أن تقوم بذلك. ذلك أفضل من الوقوع في المتاعب. بعد بحث دقيق فإن النتيجة النهائية هي 18 عبوة من الممنوعات. الوزن الكلي كيلوغرامان و643 جراما. بدأ الشاب يستوعب جدية الموقف. كادت عملية الاعتقال تنتهي. ما زال المعتقل يملك الحق في اتصال هاتفي ويقرر الاتصال بزوجته. تعال إلى هنا. إنه يرن. حسنا، أخبرها بما جرى. مرحبا عزيزتي. عزيزتي، لقد وقعت في مشكلة. أريدك أن تبقي هادئة. عزيزتي، أرجوك كوني هادئة. حسنا. أخبرها أنك بخير وأنها لا يجب أن تقلق. حسنا عزيزتي، ابقي هادئة. لا تخبري أحدا. لا أحد. وأنا أيضا. انتهيت؟ حسنا. أصبح المسافر الآن في يد نظام العدالة الإسبانية لمحاولته تهريب أكثر من كيلوغرامين و600 جرام من الممنوعات إلى إسبانيا.
يمكن أن يواجه من 3 إلى 6 سنوات في السجن.